السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. جمعة مباركة علينا يا رب كده وعلى أمة الإسلام. عالمين يا جماعة، أخباركم إيه؟ كله تمام؟ يا رب تبقوا بخير كده. النهاردة هنتكلم كده عن شوية مواضيع، وهنحكي في شوية حاجات حصلت خلال الأسبوع اللي فات. تمام؟ بس قبل ما نحكي وقبل ما نتكلم ما تنساش تعمل شير لايك وسبسكرايب للقناة عشان نقدر نكمل إن شاء الله. طيب هنتكلم النهاردة في إيه؟ هنتكلم النهاردة في محمد عدلان. هنتكلم النهاردة في إمام عاشور ومشكلته مع الاهلي، زي ما اتكلمنا قبل كده في اسامه ابو علي، وكان عندنا حق في موضوع اسامه ابو علي والراجل مشي اهو، كل التفاصيل كانت عندنا الحمد لله. وهتلاقي الفيديو، انزل كده في فيديوهات هتلاقيه تحت موجود فيديو اسامه ابو علي كله، اتفرج عليه وشوف. وهنتكلم في الزمالك وبدايه الدوري، وهنتكلم في شكل الزمالك مع يانيك فيريرا هيبقى عامل ازاي بناء على المعسكر التحضيري لفريق الزمالك اللي كان في العاصمه الاداريه. بس في الاول زي ما قلت لك ما تنساش تعمل لنا شير ولايك وسبسكرايب للقناه عشان نقدر احنا نكمل. يلا بينا وحلقه جديده من حلقاتنا هنتكلم في الكوره. كلها اسبوع والدوري بتاعنا الجميل الحلو دوري نايل، الدوري المصري بتاعنا موسم 25 26 كلها اسبوع والزمالك هيلعب والدوري هيبدا. طيب احنا كنا اتكلمنا قبل كده في الدوري واتكلمنا قبل كده الزمالك شكله هيبقى عامل ازاي، بس خليني اقول لك بقى بناء على اللقاءات الاخيره اللي الزمالك لعبها، اللقاءات الوديه والتدريبات. تعالى هقول لك يانيك فيريرا بيفكر في ايه وايه شكل التشكيل اللي ممكن يبدا بيه. تمام. طيب اول حاجه يانيك فيريرا زي ما قلنا قبل كده هو بيلعب 4-2-3-1. الراجل لما جه واتفرج على الزمالك لقى ان في مشكله كبيره جدا في الدفاع. يعني الزمالك دفاعيا حرفيا كده مخترق انت فاهمني. فالراجل كان اهم حاجه بالنسبه له في فتره التجربه او في فتره الاعداد هو العمل على مشاكل الدفاع اللي الزمالك بيواجهها، سواء من كرات عرضيه، سواء من اختراقات في النص، من اختراقات في الجناب، ايا كان شكلك في اختراق الدفاع. فالراجل كان شغال على ان هو يحل حاجه زي كده. طيب وصل لايه؟ وصل ان هو هيلعب 4-2-3-1 دايموند ثابته، 2 نص ملعب، 6 و8، 2 وينجين، لعيب بلاي ميكر، فيرود، والاربعه بتوعنا. طيب مين اللعيبه اللي هتلعب في الدفاع عشان دفاعك ما يبقاش فيه مشكله؟ الزمالك جاب محمد اسماعيل والراجل مبسوط جدا جدا من صفقه محمد اسماعيل بالمناسبه. تمام. فانت عندك حسام عبد المجيد، محمد اسماعيل، وعندك الونش. في 2 منهم هيلعبوا و2 منهم هيقعدوا. طب اللي هيلعب ده هيلعب بناء على ايه؟ بناء على البيلد بتاعه، هو بيبني الكوره ازاي. ويانيك فيريرا من المدربين اللي بيركزوا قوي في البروفايل بتاع اللعيب. يعني انت وانت في الملعب انت بتساعد زمايلك، ولا انت بس خلاص كل همك المكان اللي انت واقف فيه، ولا انت بتكفر في انهي منطقه، او انت مركزك بتعمل ايه في مركزك، بترجع دفاعك بترجع تدافع، ولا انت تفضل واقف مكانك. البروفايل بتاع اللعيب التكتيكي هو الراجل بيبص عليه جامد قوي وبيركز عليه قوي. وهتلاقيني كده وانا بتكلم في صور كده بعرضها لك من البورد بتاعه علشان تفهم انا قصدي ايه، وبرضه هشرح لك ده. طيب مين اللعيبه اللي شدوا انتباه يانيك فيريرا في المعسكر التدريبي؟ احمد حمدي شد انتباه يانيك فيريرا. عبد الله السعيد، شيكو بنزا، معالي، عبد الحميد معالي، اللي انا عايز اقول لك ان عبد الحميد معالي عامل معسكر تدريبي على اعلى مستوى. يوم الجمعه الجايه الزمالك هيلعب سيراميكا في استاد هيئه قناه السويس. ده ماتش افتتاحي، لازم الزمالك يكسب، لازم حتما ولا بد الزمالك تكسب اول ماتش، اول 10 ماتشات لازم الزمالك يكسب. ده بالنسبه للزمالك وبالنسبه لشكل الفريق الفتره الجايه. طيب تعال بقى نتكلم عن محمد عدلان. مين محمد عدلان ده؟ محمد عدلان بيلعب كره يد في طلائع الجيش. الزمالك السنه اللي فاتت الموسم اللي خلص ده جه قال يا جماعه احنا بنفاوض اللعيب، وبعتنا والراجل حابب او اللعيب عاوز يلعب، لعيب ناشئ وعاوز يلعب، والراجل بروميسنج، والراجل عن يعني من اللعيبه الاقوياء اللي مصر كمنتخب هيستفيد منها مثلا لمده 10 15 سنه قدام. فالزمالك مشكورا بعت عرض، اللعيب موافق عليه. راح الاهلي مشكورا بعت عرض، طلائع الجيش وافق عليه بس رغبه اللعيب ما يلعبش في الاهلي. راح الراجل طلع عمل فيديو قال يا جماعه انا عاوز العب في الاهلي، عايز العب عفوا في الزمالك، وعايز العب جنب الاساطير، ونادي الزمالك نادي اساطير وكابتن احمد الاحمر، والراجل شرح في الفيديو موجود على السوشيال ميديا. راح الاهلي تعاقد مع اداره الجيش، عملوا العقد
بس رغبه اللاعب ايه؟ يلعب في الزمالك. راح الاهلي راح الاهلي مشكورا يعني نزل بيان بتعاقد اللاعب. مشكورا الاهلي راح منزل بيان بالتعاقد مع اللاعب والبيان هوضحه لك دلوقتي يعني. برضو دي مشكله كروت الفكه في مصر والله، ان انت يعني اي حد عايز يقول اي حاجه بيقولها يعني. المهم امبارح محمد عدلان رسميا في نادي الزمالك. هشام نصر زي ما انتقدنا لازم ندي كل ذي حق حقه. رامي نصوحي، هشام نصر، حرفيا كده هم رهنوا على اللعيب ده ورهنوا بكل ما اوتي من قوه ان الراجل ده هيلعب في الزمالك. وفعلا محمد عدلان لاعبا في نادي الزمالك، والاهلي وطلائع الجيش العقد اللي ما بينهم ما تمش توثيقه او العقد اللي ما بينهم غير فعال، والراجل حاليا محمد عدلان لاعبا في نادي الزمالك للموسم الجديد. صفقه برومسنج جدا، صفقه هتفيد الفريق جدا. انا ذات نفسي بما ان انا متابع كره يد استنوا محمد عدلان مع الزمالك. طيب خلصنا محمد عدلان، تعال بقى لامام عاشور. خليك فاكر كل كلمه انا بقولها، لان زي ما اتكلمت على وسام ابو علي واتكلمت ان امام عاشور عنده مشكله ان هو راجل عاوز يزود عقده. طلع الفتره الاخيره اليومين اللي فاتوا دول كابتن احمد شوبير قال لك انا قعدت مع امام. وطالما في اعلام رياضي الاهلي بالذات، خدها نصيحه، طالما الاعلام الرياضي الاهلاوي طلع دافع قوي كده عن اللعيب، اعرف ان احنا كلامنا صح، ان اللعيب فعلا بيزمزق واللعيب فعلا عاوز يزود الراتب بتاعه او يزود العقد بتاعه. تمام. طيب طلع قال لك لا ده انا قعدت مع الراجل والراجل ما عندوش مشكله. طيب يا جماعه الخير اهو، يعني خدوها نصيحه ونتقابل بعد كده. امام عاشور لو لم يتم تعديل عقده هيسيب النادي الاهلي. تاني اهو، امام عاشور لو لم يتم تعديل عقده هيسيب النادي الاهلي. امام عاشور جاي له عروض من السعوديه ومن اوروبا. امام عاشور جاي له عروض من السعوديه ومن اوروبا، وعروض بمبالغ كبيره قوي. وانديه في السعوديه، مش هقول لك يا عم نادي مين، انديه في السعوديه من الانديه الثلاثه الاولى، هلال، اتحاد مصر. واحد من الانديه دي باعت لامام عاشور عقد كبير قوي. الاهلي لو ما عدلش عقد امام عاشور، امام عاشور بره الاهلي. خلاص شكرا، نقطه من اول زي ما قلنا قبل كده على وسام ابو علي وطلع كلامنا احنا صح، هو بنقول لكم على امام عاشور. وكل مشكله جوه بتحصل في الاهلي هنطلع نتكلم عنها. كل مشكله ليه؟ زي ما انت الاهلاويه بيطلعوا يتكلموا عن المشاكل بتحصل في الزمالك. الموضوع بسيط خالص يا صاحبي ما انت ما تتكلمش في اللي عليك وتيجي في اللي ليك تقول لي لا انا ما اتكلمش. لا، ما انا هتكلم. ما انت بيحصل عندي مشاكل بتطلع تقول طب خلاص جه الوقت بقى ان احنا نطلع نتكلم. ما انت عندك مشاكل اهو في واحد انت اليو ديانج لحد دلوقتي ما جددش ليه؟ عشان الراجل عاوز يمشي. بالمناسبه اهو اليو ديانج عاوز يمشي من الاهلي وجاي له عروض. امام عاشور جاي له عروض وهيمشي لو ما تعدلش عقده. الموضوع بسيط. احمد عبد القادر عندك مشكله معاه. شو يعني في لعيبه كتيره جدا الواحد مش عاوز يتكلم، بس هنقول كل حاجه في وقتها. خلاص ما تنساش تعمل لنا شير ولايك وسبسكرايب. شكرا جدا ليكم، كان معاكم عبد الرحمن. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم.